يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روتين إنما آخر حلاوة. إن شاء الله تستفادوا بالأفكار اللي هتلاقوها إن شاء الله في الفيديو. تابعوا بس الفيديو للنهاية عشان عايزاكم في موضوع كده، عايزة أخد رأيكم فيه، وحطوا لايكات حسسوني ان انتوا فعلا بتتفرجوا عليا او الفيديو عجبكم او مش عجبكم. برضو اكتبوا لي في التعليقات وكده. اول حاجة عايزين نعمله روتين في شقتي، متكركبة طبعا لان كان بيسمعوا الماتش بتاع الاهلي ده، اللي هو كسبوا فيه 3 تقريبا 0. معرفش تبع فرقة مين يعني تانية وكده. زي ما انتم شايفين كانت الشقة طبعا متبهدلة، مكانش مترتبة خالص. زي ما انتوا عارفين او متعودين ان نزلت الاول عملت شقة حماتي عشان انا طبعا قاعدة معاها لو الناس اللي متعرفش، وبعد كده طلعت عملت شقتي اهو. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم الاول بس ان هي مش مترتبة وكده، وبعد كده دلوقتي هوريكم برضو رتبتها ازاي، وكل ده بالتفاصيل هتعرفوه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده. فتحت اول حاجة طبعا الشبابيك عشان الطاقة السلبية تطلع طبعا والطاقة الايجابية تيجي، والشمس وكده بتخلي ريحة برضو الشقة حلوة. اول حاجة بدأتها اوضة محمد ابني لان هي سهلة ومفيهاش كراكيب كتير او مفيهاش عايزة تنظيف كتير. غيرت طقم السرير وحطيت دفاية جديدة او نظيفة اهو زي ما انتوا شايفين. يلا نبدأ بسم الله بس، وكل حاجة هتتعمل بإذن الله. بعد ما فرشت أوضة محمد والملاية وحطيت عليها الدفاية طبعا، كان عندي لحاف فايبر كده مركون، ملهوش استعمال، ما بنفرشهوش يعني كتير. هحطه في العلبة بتاعة البطانية اللي هي قدامكم الخضرة دي، وهحطه تحت السرير عشان هو عامل لي كركبة بصراحة وفي نفس الوقت عايزة اتخلص منه. احطه تحت السرير عشان ما يكونش قدامي، اللي هو البنفسجي ده حطيته في العلبة بتاعة البطانية الجديدة. وان شاء الله باذن الله برضه هوريها لكم هعمل لكم فيديو بالمشتريات بتاعه البطانيه وهدوم محمد ابني الشتوي. بعد كده نزلت البطاطين طبعا اللي على سريري لان سريري عالي بياخد الكراتين او العلب بتاعه البطاطين وكده. شلت المرتبتين والكراتين والالواح وحطيت العلبه بتاعه البطانيه باللحاف اللي انا مش عايزاه، او بمعنى صح مش هستعمله دلوقتي خالص. بعد كده رجعت السكونية او الالواح بتاعت السرير تاني، وهرد الكراتين واحط المراتب تاني خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اسفة على التصوير لان انا كنت ماسكة التليفون بايده والايد التانية بعمل بها المراتب. كده خلاص هعدل بقى السرير واطبق البطاطين، وهيبقى زي الفل بالنظام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا فتحت الشباك زي ما قلت لكم بهوي الاوضه، ودي كده الاوضه بتاعتي برضو نظيفه وعال وزي الفل. والسراحه برضو عدلتها. انا مش من النوعيه اللي بحط مكياج لان انا بحب احطش المكياج ده خالص على وشي. والارضيه زي ما قلت لكم كانت نظيفه لاني كل يوم بكنس الشقه وحياة ربنا، حتى لو مش قاعده فيها دوبك مجرد النوم برضو بكنسها وبرتب. بعد ما خلصنا اوضتي طبعا وفتحت الشباك بتاعها نقلت على الانتريه او الركن. طبعا زي ما انتم شايفين كده كانت متبهدله خالص مطرح الناس ما كانت قاعده، وكانوا موجعين فشار مطرح ما كنت عامله لهم برضو الفشار بالليل. كده رتبت الركن ونضفتها، فادي بس الارضيه بالمجشه وهكنسها وهتبقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. والصاله طبعا كانت نظيفه ما فيهاش حاجه برضو كنستها، ودي الاوضه بتاعتي برضو نظيفه والارضيه نظيفه والسرير نظيف ومرتباه وبقت زي الفل.
دي كده خلاص. بعد كده برضو الانتريه بقى نضيف، يعني كده شقتي كلها زي الفل ما فيهاش اي حاجه. ده روتين صباحي يا بنات. انا ببداه يعني كل يوم الصبح لازم ارتب شقتي واعدلها، واغسل مثلا لو في اطباق في المطبخ، بسيج الحمام، ده كل يوم لازم اعمله. غير طبعا بيت حماتي تحت لازم انا اعمله كل يوم الصبح. برضو اكنس البيت، اغسل المواعين لو في مواعين، طبعا انا بغسلها بعد المغرب على طول او بعد الاكل العشاء، عشان المطبخ الصبح بيكون نظيف. واحط للطير وبعد كده اطلع ابدا شقتي كده. ودي اوضه محمد برضو فرشت طقم سرير نظيف وحطيت الدفايه. وكان يومها كنت مطلعه فرشه محمد ابني في الشمس عشان تبقى ريحتها حلوه. والمخدات طبعا كنت مطلعاهم في الشمس. ده المطبخ طبعا، دي الاطباق دي مطرح الفشار، ودي حلة الفشار اللي على البوتاجاز، وكان في كام جزازة كده فاضيين برضو مليتهم. وده سابت الهدوم تاني يوم على طول صبنت، لان ما بحبش اركن عندي هدوم كتير عشان ما اتعبش وكده. دي خلاص الجزازة اتملت والحوض بقى نضيف. ودي المواعين بتاعت تحت اللي هي حلة الفشار والكوبايات بتاعت الشاي. والبوتاجاز برضو مسكته وصلته ولمحته زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده، بعد ما خلصت شقتي طبعا واتغدينا وشربنا الشاي وبقت زي الفل. ده الروتين، يعني مش روتين، عملت العشاء يعني بتاعنا اللي هو العشاء بعد المغرب. احنا بنتعشوا بعد المغرب وبنتغدوا طبعا الظهر. ده ردادة، وكان جوزي جايب لي سمك. كنا هنشوي سمك وكده. كنت طبعا عامله حله التمليحه، بس الخضره بحطها للاخر عشان تبقى حلوه كده وخضره، ما تبقاش دبلانه من الميه السخونيه بتاعه التمليح. ده السمك طبعا غسلته كويس غسلته كويس ونضفته بالليمون عشان ما يبقاش ريحته زفاره. ودولت كانوا برامين كنت دستاهم زي ما انتوا شايفين كده، كان شكلهم ما شاء الله، ويعني وطعمهم تحفه تحفه. كل اللي اكل منهم قال تسلم ايديك، والله كان بجد كان طعمهم حلو، لان معمولين بحب عشان كده تاكلوا بحب. اهو زي ما انتوا شايفين ده البرام الاول، كانت البرايم خلاص ختمت ووشها احمر وبقت زي الفل. بس هرجع اردها تاني بعد شوي السمك. اهو زي ما انتوا شايفين كده طلعت البرايم. ودي السمك بعمله كده بالردة عشان اشويه. وهقول لكم دلوقتي التفاصيل بتاعه شوي السمك الصح اللي هتخلي معاك السمك طعمه حلو وفي نفس الوقت احمر وناشف ما يكونش فيه دم. لان السمك الكبير ده بتعوز النار بتاعته واطية عشان يتلدن كويس وما يبقاش فيه دم ويبقى طعمه حلو. طبعا هردد كل السمك اللي انتوا شايفينه ده واحطه على المطرحة. وبعد كده هولع الفرن من فوق ومن تحت على اخر درجة خالص تكون النار بتاعته حامية. اهو زي ما انتوا شايفين. واحطه طبعا في الفرن وهقفل عليه باب الفرن لغاية اما يحمر شوية من فوق وشوية من تحت. وتابعوا بس معايا، والله العظيم هقول لكم التفاصيل هتخلي معاك شوي السمك دي الناس كلها تحلم بيه. فعلا في ناس كتير بتشوي سمك وكل حاجة، بس الفرق تلدين السمك كويس، تحمريه حلو، ما يكونش فيه سمك ابيض، ما يكونش فيه سمك طري، لان السمك الطري ده بيبقى فيه دم. اهو زي ما انتم شايفين كده قفلت الفرن ومعليه برضو من فوق ومن تحت. وبعد كده هحط السمنة بتاعت البرايم وهرجع للسمك تاني يكون حمار بالشكل ده. هضيره طبعا، وما تيجي تضيري السمك عشان ما يتنغص منك تضيريه من عند الظهر، من عند السفايه بتاعت الظهر. لان انت لو ضيرتيه من عند البطن بتاعت السمكايه، طبعا بطن السمكايه بتبقى طري، هتتنغز منك ومش هتبقى شكلها حلو. فانت لما تيجي تقلبي السمك قلبيه من عند الظهر عشان الظهر بتكون ناشفه شويه، وفي نفس الوقت مش هيتنغز منك او هيتهري منك. اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا عينك عليه عشان عينك هي الميزان بتاع شوي السمك، عشان تشوف اللي جعرها بارد تحطها في الحتة اللي هي بتحمر السمك او حامية، يعني تحمر السمك حلو. السمكة البيضة تضيريها يم النار عشان تحمر كده يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده قلبت السمك كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبه برضو على نار عالية يحمر من فوق ومن تحت. وهقول لكم على الموضوع اللي انا عايزاه يعني اخد رايكم فيه. انا ليه بتعامل مع الناس بحسن نية ومع الاسف ما بلاقيش
الكلمة الطيبة حتى يقولوها في حق، بالرغم ان انا والله العظيم ربنا وحده اللي يعلم انا ما بزعل حد مني، بالرغم ان ببقى واكلة مع ناس عيش وملح وواكلين في طبق واحد ويطلعوا يتكلموا عني بالوحش، بالرغم ان انا ما فيش العيب ده او ما فيش الكلام اللي هما بيقولوه عني ده، بس هقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا بكره يجيب لي حق منهم تالت ومتلت، وبرضه اخدمهم وبرضه اكل معاهم ويطلعوا برضه يتكلموا عني بس بالحلو، وساعتها يندموا على الكلام اللي كانوا بيقولوه عني. وكلت امر ربنا، ربنا هو خير التدبير، ربنا يجيب لي حق ودايما ينصرني على من يقول عليا كلمة مش في حقي او في كلمة انا ما قلتهاش، لان انا بجد بجد تعبت من الناس، اقول ايه يعني، مش عارفة والله كلمة اقولها لهم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه. زي ما انتم شايفين كده السمك كان خلاص بدأ يحمر، كنت قلبته على الجنبين وشفت ان هو احمر من الجنب ده واحمر من الجنب التاني، وهوطي بقى عليه النار من تحت خالص عشان يتلدن ويطلع ناشف عشان ما يكونش فيه دم، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش راضيه اسرع لكم الفيديو عشان تشوفوا ادق التفاصيل وتعرفوا يعني شوي السمك بالظبط، للناس اللي ما تعرفش، الناس اللي طبعا اللي بتعرف تسلم ايديكم على الاكلات الحلوه اللي انتوا بتعملوها. طبعا بقلب الحته اللي هي البيضه بوديها يم النار عشان تحمر وتتلدم في نفس الوقت، واللي هي السمكه اللي بتحمر بطلعها ايه بره، او بطلعها على نار هاديه بره، وبعد كده طبعا بشوف السمكة طرية ولا ناشفة، الطرية بردها الفرن تاني والناشفة بحطها طبعا في التمليحة على طول، والتمليحة عبارة عن ملح وتوم وعصرة ليمونة لو عندك ليمون وخضرة، بس تحط الخضرة للآخر عشان ما تتبلش منك وتطلع لونها مش حلو، تبقى لون الخضرة حلو كده، وما تيجي تغرفي السمك يكون لون الخضرة باين على السمك أخضر. كده خلاص خلصت شوي السمك وحطيت السمنة على البرايم وشفتهم طيبين ولا نيين، الحمد لله كانوا مستويين. هسيبهم بقى على نار واطية خالص، شمعة بمعنى اصح شوية لغاية ما يطيبوا خالص، وبعد كده انزلهم بألف هنا للأكل. دي السلطة كانت حماتي تسلم ايديها هي اللي عاملاها، وطبعا جريت بطاطس فريح السمك وكده. وبعد كده كنا اخر الليل كان عندي لحاف امي كانت عطيهولي، اللحاف القطن بتاع زمان للناس يعني اللي عارفاه وكده، وجبت دفايتين وقفلتهم على بعض على المكنة وحطيت اللحاف فيه ونغزته كام نغزة كده في الحرف بتاع اللحاف، في الحرف بتاع اللحاف عشان ايه ما ينجلحش مني وكده.